ايوه بقى، معايا اكله بقى جميله النهارده هنعملها لكم تحفه يا جماعه. واكله خفيفه وحلوه قوي. وكله الحقيقه بيحب الاكله دي، وسهله بصوا وبسيطه وصحيه زي ما انتم شايفين كده. جايبه السمك الفيليه، طبعا اي نوع سمك فيليه يعجبك هاتيه. انا جايبه سمك فيليه كده، وعملته بقى فوق صينيه البطاطس. ما اقولكمش الطعم في حته تانية. طعمه جميل واكله سهل وحلو. وكانت ريحة صينية السمك دي تحفة يا جماعة، قلب الدنيا، قلب ريحة المطبخ والبيت بحاله. طبعا احنا لازم نغيره في الأكل ونعمله تغيير يعني. مش كل يعني لازم تعملي مرة سمك مرة خضار مرة كده. فأنا النهاردة بقى طلعت في دماغي وهفت عليا الأكلة دي. السمك الفيليه بالبطاطس. بصوا المنظر تحفة يا جماعة والطعم تحفة. أول حاجة نقوله بسم الله. أنا جايبة كده السمك الفيليه. ده كيلو من السمك الفيليه. عملت بقى الدقة بتاعته، طبعا التوم، ودقيت عليه قرنين فلفل كده، وحطيت كمون وكزبرة ناشفة وبهار السمك والملح والليمون ونقطة خل صغيرة، وقلبته على بعضه وسبته نقعته. هنا بقى كده كنت مقشرة البطاطس. كيلو من البطاطس، طبعا احنا بنحب البطاطس. فانا عملت كيلو. قطعتها كده حلقات، ما تقطعش على الحلقات يعني ايه. تخينه قوي رفيعه. هنا بقى معايا بصلايه، خرطيها بطريقه، اي طريقه هي تديكي نفس الطعم على فكره. نفس النتيجه. انا مقطعها كده ايه. حلقات رفيعه كده صغيره. هنا الطماطم برضو عملتها ايه حلقات. الطريقه دي جميله وطلعت صينيه بطاطس تحفه، جربيها كده وهتدعي لماما ليلى. هنا بقى خرطت الطماطم والفلفل. وكنت مقطعه كده بصلايه صغيره، طبعا عايزه تقطعيها صغنن زي ما قلت لك تبشريها اللي يعجبك. هنا معايا قرن فلفل حار بقى. قطعت نصه كده حلقات، والنص التاني اقطعه ايه شرايح طويله كده. هنا معايا ربع كوبايه زيت. طبعا. وهنا معايا برضو معلقه توم مفروم بالفلفل. خليتها بقى، انا عملت السمك وخليت دي بيه عشان اتبل البطاطس، يبقى السمك متبل بنفس التتبيله. والبطاطس كمان عشان تطلع صينيه البطاطس بالسمك تحفه يا جماعه. حبه البطاطس دول هيتاكلوا قبل السمك كمان. شايفين المكونات اللي حطاها بسيطه وسهله ومفيهاش اي حاجه. هنا بقى قلبتها حلو قوي طبعا عشان تشرب التوابل كلها بتاعتنا. زي ما تبلت السمك تبلي البطاطس عشان تديكي طعم حلو. هنا بقى بحط كده وسبت شويه خلطه معايا. هنا هنرص بقى السمك الفيليه بتاعنا. طبعا كان اتبل كده وشرب التوابل بتاعتنا الجميله. اهم حاجه بس ايه، الحاجه تديلها حقها تطلع معاكي حلوه. هنا كان في بقى العصير الليمون حطيته عليه. هنا بقى شويه الخلطه دول هحطهم فوق الوش كده.